لو عندك شقة عايز تبيعها إجمالي سعرها أقل من 1,500,000 اكتبها في كومنت في الفيديو ده، بس اكتبها بالطريقة اللي أنا هقولها لك كده بالظبط. ولو أنت بتدور على شقة أرخص من 1,500,000 خش على الفيديو ده في الكومنتس، هتلاقي الناس عارضة شققها كلها اللي سعرها أقل من 1,500,000. ودي طريقة بنساعد بيها الناس إنها توصل لشقق أسعارها كويسة. أي حد بيدور على شقة أرخص من 1,500,000 إنه يلاقيها على طول ومن صاحبها على طول. أهم حاجة بس وأنت بتكتب الشقة في الكومنت، أول حاجة هتكتبها المنطقة، وبعديها سعر الشقة، إجمالي سعر الشقة، وبعدين المساحة، وبعدين تكتب باقي تفاصيل بقى الشقة كلها متشطبة ولا لأ، دور كام، بتبص على إيه، وأهم حاجة تكتب في الآخر رقم تليفونك. لو ما كتبتش البيانات بالطريقة دي، ما كتبتش المنطقة، ما كتبتش السعر، ما كتبتش رقم تليفونك، للأسف هضطر أمسح الكومنت علشان يبقى الموضوع منظم، واللي يخش يشوف الكومنتس يلاقي على طول بالمنطقة أول حاجة، فيقدر يشوف الحاجة اللي هو بيدور عليها. لو بقى بتدور على شقة، خش افتح الفيديو ده وافتح الكومنتس، هتلاقي كل الشقق المعروضة. او لو تعرف حد بيدور على شقة ارخص من 1,500,000 ابعت له الفيديو ده واعمل سيف للفيديو عشان الفيديو يفضل دايما عندك ابديتد. كل ما هتفتح الفيديو هتلاقي فيه كومنتس اكتر وشقق نازلة فيه اكتر، ودي حاجة بنحاول نساعد بيها الناس انها تلاقي شقق اسعارها كويسة في مناطق كويسة، بدل ما يقعد يلف ويدور على المواقع والكلام ده كله. اما لو بتدور على حاجة اعلى من كده، هيبقى في فيديوهات تانية للفئة الاعلى من دي. ولو بتدور على حاجة تقسيط اعلى من 1,500,000 ابعت لي بقى مسج فيها رقم تليفونك وقول لي بتدور على ايه بالظبط تقسيط، وانا هبعت لك تفاصيل. انا سامي صموئيل، وما تنساش تعمل فولو لو عايز تتابع اخبار العقارات في مصر.